لو بتدور على مسدس صوت شكله واقعي وقوي يبقى لازم تقارن بين الاتنين دول، ريتاي 17 وزوروكي 917. مين الأقوى؟ مين الأنسب ليك؟ يلا نبدأ المقارنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مقارنة جميلة جدا بسيطة وسهلة هو بين حاجتين أنا عن نفسي أكتر حاجتين أنا بحبهم، تمام؟ وهي الزوروكي 917 والريتاي 17. أول حاجة هنتكلم فيها هي التصميم والخامات. طيب الريتاي 17 هو كشكل أقرب للجلوك 17، تمام؟ بص ركز معايا، ده شكله اهو. الريتاي 17 شكله واقعي للحقيقة أكتر، تمام؟ لأن هو أقرب للجلوك 17. طيب ولكن هنا الزوروكي معدنه ولمسه وتفاصيله دي مخليها برضو أقرب للحي برضو، بس يعني في تفاصيل كده وحتى لمسته الملمس بتاعه أقرب للحي، فده ليه ميزة وده في إيه ميزة، تمام؟ وانت قرر برضو في الآخر. طيب نيجي تاني حاجة للصوت والأداء. طيب هو الصوت والأداء الاتنين ضربت بيهم في الهواء. الريتاي صوته عالي ولكن الزوروكي أعلى سنة بسيطة وده كان باين. فكده في الواقعية الزوروكي يكسب، تمام؟ لكن هي مش حاجة ملحوظة قوي، يعني مش اللي في بالك، ولكن الزوروكي كان أعلى شوية. احنا عندنا الخزنة هنا، تمام؟ أنا هنا حطيت الخزنة وهنا برضو الخزنة. بص هنا الفرق، بص قد ايه يعني. لا الزوروكي أطول، ولكن أنا لما جيت زخرت فعلي دي تقريبا جت معايا عند ال 12 ودي عند ال 12 وما عرفتش ازخر تاني، لكن في لسه هي هنا بتفضل تنزل في الطلق وبتشيل واحده وجنبيها واحده، واحده وجنبيها، الاتنين يوصل ان هم يشيلوا ال 16، تمام؟ لان هي جيت عند ال 12 ولكن لسه في اهو اخر فتحه انا ما وصلتلهاش اصلا، تقدر تشيل، بس عشان هي زيرو ما حبيتش اتك عليها، فالاتنين تقريبا بيشيلوا 16 طلقه واقعي. فالاتنين كده متعادلين في دي. عايز برضو نخش في حته كده في الفك والتركيب. بالنسبه للامان، هنا الامان زي ما انتوا عارفين اهو، الامان زي ما اتكلمنا فيها، تمام؟ نيجي بقى للفك ونشوفوا الحاجه من جوه بسرعه كده. ده الريتاي 17 ونفك برضو. بص برضو الزوروكي بتنزلها برضو من الجنبين، دي بتنزل، نسحب الاجزاء تطلع جميله جدا وسلسه معانا. طيب نيجي نشوف المنزلق هنا والمنزلق هنا. هو دلوقتي المنزلق يعتبر الريتاي 17 انا حاسه اتقل، تمام؟ لكن باقي جسم السلاح في الزوروكي كمجمل الزوروكي اتقل، ولكن نبص على جوه من التفاصيل الاتنين ما يختلفوش قوي، لكن الاتنين نفس السمك، ولكن هنا السمك متهيألي زايد نص ملي او حاجة عن الزوروكي، فدي المنزلق محمل اكتر في الريتاي 17. طيب نيجي نبص على جسم السلاح. بص الشاكوش هنا والشاكوش هنا، الشاكوش في الزوروكي افضل بكتير. الشاكوش في الزوروكي ده الريتاي 17 وده الزوروكي، لا الشاكوش افضل ويستحمل اكتر، خصوصا الحته القطع الصلب. وجسم الزوروكي اتقل من الريتاي، هو المنزلق بس في الريتاي اعلى. طيب نركب تاني. ادي الزوروكي سهل جدا في التركيب، كذلك برضو الريتاي 17 اسهل، يعني الاتنين اسهل من بعض اهو. طلعت معانا تمام. نحط خزنتنا ونحط الخزنة هنا نشوف السحب. طبعا مستحيل يحصل معانا، تمام كده. الزوروكي نشوف سحب الريتاي نفس الكلام، ولكن الارتداد بتاع الزوروكي افضل. افضل ده معناه ان هو في الواقعية كواقعية الزوروكي افضل
ولكن طبعا في الاخر بقى الفئه السعريه هي اللي تحكمك. انت قدرت تشتري الزوراكي طبعا، هو في الاخر طبعا الزوراكي انا بالنسبه لي افضل تمام، حتى كملمسه وكل حاجه. الريتاي اقرب للشكل الحي في الجلوك، ولكن الزوراكي افضل كخامات. بس الفئه السعريه ما بينهم كتير قوي. يعني مثلا لو تتكلم الريتاي 17 هيعمل 10، ده هيعمل 15 مثلا، فاهمني؟ يعني هيبقى في فرق ملحوظ، مش هيبقى في فرق اي كلام، لا هيبقى في فرق ملحوظ ما بين ده وده. انت في ايدك تجيب الزوراكي، هات الزوراكي تمام. برضو في هنا حاجه انا لسه واخد بالي منها، الزوراكي في هنا فتحات تهويه، ده برضو حاجه تدل ان هو اقرب للحي. في هنا بص فتحات تهويه اهي، دي انا لسه واخد بالي منها اهو. برضو نظره كده اخيره عنهم، وفي الاخر القرار ليك. لكن هل ده يقلل من الريتاي 17؟ هو المقارنه الزوراكي بيكسب عموما، بس الريتاي 17 انا انصح بيه اي حد، عشان كمان الفئه السعريه لسه محدش اكتشفه وكده، فلسه الفئه السعريه مش ماسكه نفسيها. لكن هو اعلى حاجه تقدر تجيبها هي ريتاي 17 في الفئه السعريه دي. بس هو مظلوم لسه ما خدش حقه. وان شاء الله نقابلكم في تجربه جديده. متنساش تعمل لايك واشتراك وقول لي الفكره اللي جايه انت عاوزها ايه، او مقارنه ما بين ايه وايه، وان شاء الله اقدر افيدكم على قد ما اقدر. وشكرا.